وبعدين مفيش، خلي بالك انا بقول لك الحقيقه بقى، مفيش اهلاوي بيفهم كوره وعارف الحقيقه الا لما يكون لازم يكون بيحب شيكابالا. وبعدين يا كابتن انت عارف انا مشكلتي مع القصه دي يا كابتن ميدو، اللي احنا كنادي الزمالك بنقعد نتحارب من كل الناس، وبنقعد برضه ان احنا ناخد بطوله من هنا ونعمل هنا، مع ان احنا ما عندناش حاجه. انت بتحارب كانك مثلا بتلعب الزمالك بنروح نلعب في الدوري الانجليزي. كل الناس دي معاها كل حاجه وانت جاي كده بايه؟ باللوجو. احنا بنروح كده جد باللوجو وبالجماهير بتاعتنا. بس الناحيه الثانيه انت كل الناس بتساعدهم، وده مش طبيعي. انتوا عايزين الكوره تبقى حلوه ولا عايزين فرقه واحده بس هي اللي تكسب؟ لو عايزين فرقه واحده اللي تكسب خلاص نقفل النادي، خلاص خلينا النادي اجتماعي ونروح نخرج ونهزر ونلبس تيشيرت الزمالك ونلعب خماسي وننبسط. بس اللي بيحصل ده مش طبيعي، بالذات ان انت متابع دوريات العالم كلها وبتشوف مثلا ايه برشلونه ممكن بيجوا عليه شويه، ريال مدريد بيجوا عليه شويه، الناس بتقاوم بس في عداله على الناس كلها. بس في الدنيا يعني مش كده يعني قريبه شويه. بس احنا هنا لا، الدنيا بعيده قوي، فلازم الناس في الدوله تساعدنا شويه وتقف معانا الزمالك، لان الزمالك يستحق اللي هو يبقى في حته احسن من كده. وبعدين لصالح الكره المصريه ان يبقى في منافسه جديده، اللي تبقى فيه منافسه. انت عندك دلوقتي الاهلي يبقى جامد، وليه بيراميدز يبقى جامد والزمالك يبقى جامد،